أهلا وسهلا في الجزء الرابع من السلسلة بتاعة الوثائقي لرحلة الدكتوراه. في الجزء الثالث كنت وقفت عند رحلة التقديمات ل- لأمريكا في البكالوريوس وامتحانات ثالثة ثانوي وفترة التقديم على زويل واختبار القبول بتاع زويل اللي طلعت فيه من أول 10 وخدت منحة كاملة والكلام ده، وانتهيت إن أنا اتقبلت في زويل. وكنت نوهت كده ان انا قدمت تاني على البكالوريوس وانا في زويل، فعايز احكي شويه برضو عن التجربه دي. بس قبل برضو ما احكي عن التجربه دي، انا كنت قلت ان انا اخدت السات 4 مرات. فانا لحد دلوقتي كنت ذكرت ان انا جبت اول مره 1350، تاني مره 1420، وال 1420 دي اللي انا قدمت بيها ايه اول سنه. طيب انا لما جيت بقى قدمت السنه اللي بعدها، طبعا في حاجه اسمها جابير. جابير يعني ايه؟ يعني ممكن بعد ما تخلص الثانوي تاخد سنه كده، يعني بتقال عليها جابير، او اللي هو سنه من الفراغ يعني. بتطور فيها نفسك، بتستكشف انت عايز تعمل ايه، بتستكشف نفسك، اهدافك، طموحاتك، ميولك الدراسيه اكتر، وهكذا. ممكن تعمل انشطه اكتر او تطور الابليكيشن بتاعك، وبتقدم تاني. لكن اللي انا كنت عملته ان انا دخلت زويل، يعني كنت اتقبلت اوريدي في زويل وخلاص، وبدات دراسه في شهر 9 والتقديمات في شهر 11 الايرلي ديسيجن. فاول كام شهر في زويل كنت بقدم مره كمان كاني واخد جاب يير. لكن انا ايه، في الحقيقه كنت دخلت زويل. لكن لو كنت اتقبلت في امريكا كنت خلاص هفكس لزويل واسافر يعني. فانا السات المره الثالثه والرابعه اللي انا لسه هحكي عنهم ما خدتهمش في الوقت ده. يعني ما خدتهمش لما دخلت زويل، كنت واخدهم قبلها بسنه، اللي هو مثلا شهر 10، بس مش في نفس السنه بتاعت زويل، لا السنه اللي قبلها. اللي حصل ان انا طبعا 1420 دي كنت عارف ان هي قليله ومش هتخليني اروح حتت جامده، او خلتني ما اتقبلش خالص. فقلت لازم اطور نفسي اكتر واخد السات مره كمان، واحاول اقرب من ال 1500 باي شكل من الاشكال. ففضلت احل امتحانات كتيره جدا جدا من السات، يعني ممكن اكون حليت فوق ال 100 امتحان ولا حاجه، والامتحان الواحد بيقعد قرب ال3 ساعات لو انا فاكر. فقضيت وقت كتير جدا 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 في مذاكره وحل السات، لدرجه خلاص ان انا كنت بنام واصحى ما فيش الا السات ده في دماغي. آم، ودخلت الامتحان بتاع امتحان مش فاكر كان شهر كام، تقريبا 9 أو حاجة، والدرجة المفروض كانت تطلع 10. يعني اللي أنا متأكد منه إن الدرجة كانت المفروض تطلع شهر 10. آه، فدخلت الامتحان، حليت حلو. لأن بعد الامتحان الناس بتنزل الإجابات على ريدت، فأنا كنت عارف إجاباتي وراجعتها. وعلى حسب الكيرف بتاع الامتحان أنا كنت استميت إن أنا هجيب قرب ال 1470 1480 لو الكيرف كويس يعني. ودي درجة كانت حلوة جدا بالنسبة لي. لكن يحصل ايه؟ يحصل ان الامتحان كان اتسرب، فلما الامتحان بيتسرب بيلغوه على الكل. فاليوم ده برضو انا عرفت ان السكور اتلغى، او ان الامتحان اتلغى برضو في يوم كنت خارج فيه مع اصحابي، وكان كذا حد من اللي انا خارج معاهم برضو مستني درجته. كان خبر نزل علينا كالصاعقة كده، اللي هو شهور من المذاكرة والتعب راحوا على الفاضي بسبب ناس سربت الامتحان وناس غشت وكده. وانا كنت محتاج الدرجة دي عشان اقدم. ده كان قبلها بسنه، قبل ما ادخل زويل بسنه، يعني كنت لسه ايه اللي هو في بدايات ثالثه ثانوي. فالسكور اتلغى وخلاص، وما عرفتش ان انا ايه، ان انا يبقى معايا درجه كويسه. ف اوكي، انا بس كنت برجع للتواريخ بتاعت انا خدت الامتحانات امتى عشان مش فاكر. فانا بتاع ال 1350 ده خدته في شهر مارس 2019، اللي هو قبل الايرلي ديسيجن اللي بيبقى في شهر نوفمبر. فقبلها بايه، من 3 ل 11، يعني قبلها ب8 شهور. اوكي. بعدين التاني اللي هو بتاع 1420 ده خدته في شهر 5. ده بقى اللي قدمت بيه اول سنه. انا كنت خلاص بقى اوريدي عرفت ان انا ايه، هترفض وكده، فكنت باخد السات تاني اوريدي في نفس السنه قبل ما كل الديسيجنز. فخدت واحد اللي هو في شهر 10 ده اللي اتلغى، يعني انا خدته في 10.
آم، تحسبا ان انا اقدم بيه على اول سنه، لان انا اول سنه قلت قدمت في شهر 11 2019. انا خدت السات للمره الثالثه في شهر 10 2019، يعني قبل ما اقدم، على اساس ان هو هيطلع وهلحق اقدم بيه. لكن حصل اللي حصل والسات اتلغى. فاضطريت اقدم بالامتحان اللي هو بتاع شهر 5 اللي هو 1420. فخدت بقى السات المره الرابعه لان المره الثالثه اتلغت. خدت المره الرابعه في شهر ديسمبر 2019 بعد ما كنت اوريدي قدمت على واشيو بال 1420. ليه؟ قلت يمكن اقدم على حاجات ريجولار ديسيجن بيها، او يمكن مثلا لو وشو لسه ما ردوش ابعت لهم ابديت ان انا السكور بتاعي اتحسن، هكذا يعني. كانت دي نيتي. المهم اللي حصل ايه بقى؟ انا من كتر او لا، خلينا اديكم السياق الاول. امتحان شهر 12 برضو كان طالع كلام كتير ان هو متسرب، والناس نزلت الامتحان اللي متسرب. طيب انا كنت حاسس ان هو صعب قوي يلغوه مرتين، فهو حتى لو اتسرب مش هيلغوه، هياخدوه خلاص. فانا كنت قدام معضله اخلاقيه. انا الناس بعتت لي الامتحان على الواتساب، الامتحان قدامي واقدر احله باجاباته واقدر ادخل اقفل السات لو انا عايز. فانا كنت قدام معضله اخلاقيه. الناس دلوقتي كلها هتغش، وانا تعبت قوي وخدته 3 مرات ودفعت فيه فلوس كتيره جدا وقضيت شهور وايام من حياتي ما بعملش حاجه غير ان انا قاعد احل امتحانات، والناس كلها هتغش. فانا لو انا غشيت، هل يبقى اسمي كده غشيت؟ لان انا خدت، اصل انا ما خدتش افضليه عن الناس، يعني انا هبقى عملت اللي كل الناس عملته، ولا من غشنا فليس منا والتزم بالمبادئ بتاعتي regardless of الناس بتعمل ايه. حتى لو العالم كله غش فستيل المبدأ واحد، وبقى ايه جو ايمانويل كانت واليونيفرسال ايثكس والكلام ده. الامتحان اتبعت لي على الواتساب، كنت قدام معضله اخلاقيه افتحه ولا ما افتحوش. انا حتى مش عايز ابص على الاسئله، يعني حتى مش بس مش عايز اعرف شكلها، انا مش عايز اعرف سوري، مش بس مش عايز اعرف اجابتها، انا كمان مش عايز اعرف شكلها، عشان ما يبقاش في اي بايس واي نوع من يعني انا بالنسبه لي حتى ده غش، ان انا ابقى شايف القطعه بتتكلم عن ايه مثلا بتاعت الريدنج. ده بالنسبه لي كان غش برضه. فانا فاكر كويس قوي انا وانا رايح الامتحان في شهر ديسمبر مع بابا في العربيه، انا ماسك الموبايل في ايدي مش عارف اعمل ايه. ناس من زمايلي بتقول لي انت لازم تغش، وناس تقول لي لا ما تغشش، واهلي بيقولوا لي لا ما، او اهلي الصراحه قالوا لي يعني انت عندك حريه الاختيار انت بقى وايه ومبادئك واخلاقك يعني، لكن كانوا بينصحوني ان انا ما اغشش. المهم انا استقريت في الاخر ان انا مش هغش الامتحان اللي هو المتسرب ده، وهدخل بدماغي، يعني هدخل بدماغي واللي يحصل يحصل. ادخل الامتحان ويحصل شيء يعني احلام العصر، يحصل حاجه عمري ما كنت اتخيلها في حياتي. ادخل الامتحان الاقي كل الاسئله وكل القطع، الاقي الامتحان كله انا عارفه وشفته قبل كده. طيب هل ده الامتحان اللي متسرب اللي الناس نزلته؟ لا، عرفت بعدين انه لا، ان هو مش نفس الامتحان، لان انا بعد ما خدت الامتحان ورجعت البيت شفت الامتحان المتسرب ده مش هو اللي انا حليته، بدليل ان اللي انا كنت بحله انا عارفه وانا ما شفتش اللي متسرب، فانا هو اكيد مش هو، يعني كده كده ما كنتش محتاج اروح البيت واشوف، بس برضو اتاكدت. طيب الامتحان اللي انا حليته ده انا عارفه ازاي وعارف الاجابات ازاي وعارف الاسئله ازاي؟ اتاري ده واحد من الامتحانات اللي كنت بحلها قبل كده بصدفه بحته. الكوليدج بورد اللي هي بتعمل، المنظمه اللي بتعمل امتحانات السات، بتعيد استخدام امتحانات قديمه. فانا دخلت واتاريهم اعادوا استخدام امتحان قديم انا كنت حله. طب كنت حله من امتى؟ من سنه، من 4 شهور، كنت حله من كام اسبوع. فانا فاكر كل حاجه، فاكر كل الاجابات ما عدا الماث طبعا، يعني الماث مش هحفظ الاجابات او عقلي مش هيسترجعها، بس الريدنج والرايتنج بتوع الانجليش كنت فاكر كل حاجه. فانا كنت اقدر ادخل اقفل الريدنج والرايتنج، يعني اجيب 800 من 800. والماث كده كده انا كنت مقفله قبل كده، يعني انا نسيت اقول برضه في الامتحان اللي هو جبت فيه 1420 انا كنت مقفل الماث 800 من 800. في حاجه اسمها سوبر سكور، ان انا اخد اعلى ماث من امتحان سات امتحنته قبل كده مع اعلى ريدنج ورايتنج، والاثنين مع بعض الاعلى مع الاعلى يدوني حاجه اسمها سوبر سكور. فانا كنت كده كده هستخدم ال 800 الماث اللي انا مقفلها مع اعلى درجه رايتنج وريدنج ممكنه. فانا لو كنت حليت كل حاجه في الامتحان ده صح، وانا اقدر اعمل كده لان انا عارف الاجابات كلها مسترجعه بدماغي،
كنت هجيب 1600 ودي ما الله اعلم بقى كانت ممكن تبقى اعلى درجه. يعني ديفينتلي كانت تبقى اعلى درجه في تاريخ المدرسه، وممكن اعلى درجه في تاريخ مصر. هي لازم تبقى اعلى درجه، بس قصدي هل حد جابها قبل كده ولا لا ما اعرفش. لكن انا كده كده هبقى عارف ان حتى لو جبتها ان هي مش درجتي او مش باجتهادي، او هي باجتهادي، بس هي مش بتنم عن شطارتي. خلينا متفقين، لان انا بحل امتحان انا حليته قبل كده. لكن هو اجتهادي، لان انا حليت امتحانات كتيره جدا جدا جدا، زي ما بقول فوق ال 100 200 امتحان. فسبحان الله كان لازم واحد من دول يتم اعاده استخدامه ويجي لي يعني. وبرضه انا شبه متاكد ان هو ربنا كان يعني مكافئني ان انا ما غشتش. فربنا كافئني باللي حصل ده يعني. اللي حصل ان انا غلطت نفسي بالقصد، علشان قلت لو قفلت الامتحان هيشكوا ان انا غاشش، هيلغوا لي انا بس بقى، مش هيلغوا على الكل، هيلغوا لي درجتي. فغلطت نفسي في 3 4 اسئله كده ولا 5 مش فاكر. المهم ان الكيرف في الاخر خلاني اجيب 740 في في الريدنج والرايتنج. وفي نفس الامتحان جبت جبت 760 في الماث من 800. يعني ما قدرتش اقفل الماث للمره الثانيه. ف 740 مع 760 بقى التوتال 1500. ده التوتال بتاع الامتحان ده بس لما تاخد السوبر سكور اللي هو ال 800 بتاع الماث من قبل كده مع ال 740 بقيت جايب 1540. ودي بقت اعلى درجه سات في تاريخ ستيم. ما اعرفش اتكسرت ولا لا دلوقتي، بس يعني كان انجاز كويس ساعتها. بس برضه انا من جوايا مش مبسوط قوي، لان انا ما حليتوش بنفسي، او يعني دي مش شطارتي قوي زي ما بقول. لكن مجهودي، يعني مش شطارتي لكن مجهودي. بس فبقى معايا درجة السات اللي هي 1540. مش فاكر بقى طلعت في يناير ولا امتى. آه لو انا فاكر ممكن اكون بعتها كابديت للجامعات اللي كنت مقدم عليها ريجولار ديسيجن، او مش فاكر الصراحة الدرجة طلعت امتى. ممكن تكون طلعت بعد ما الديسيجنز طلعت. لكن المهم ان انا بقى معايا درجة السات الخارقة دي 1540، اللي انا قلت بقى خلاص هتوديني في اي حتة في الايه في الجاب يير او في السنة الجاية بقى لما دخلت زويل وقدمت بيها. طيب قبل ما يعني ما نط على برضو مرحله التقديمات بتاعت الجاب يير، كان في مرحله كده برضو عايز اذكرها، وهي مرحله انسي ساويرس. انسي ساويرس دي مؤسسه داعمه بتدي منح كامله وبتدي بوكيت ماني وكل حاجه للناس اللي بتتقبل ل4 جامعات: يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا، وستانفورد، وهارفارد، ويونيفرسيتي اوف شيكاغو. كده كده الناس بتستبعد هارفارد علشان يعني الموضوع صعب قوي، وكده كده هارفارد نيد بيست. ال- كونك معاك فلوس مش هتفرق قوي في هارفارد. لكن في الثلاثه التانيين هيفرق. ستانفورد يعني ممكن، او يو بن يعتبر برضو تاني اصعب واحده، والناس في الاغلب بقى بتقدم على ستانفورد او شيكاغو. انا كنت مقدم على اونسي على اساس بقى ان انا خلاص ايه القبول مضمون، لان اونسي بتهتم قوي بالسات. يعني اهم حاجه عند اونسي هي درجه السات والسات 2 والجي بي اي والحاجات دي. فانا كنت خلاص شبه ضامن ان انا هتقبل في اونسي، لان انا معايا اعلى سكور سات من كل اللي بيقدموا حرفيا. يعني لو مصر كلها بتقدم فانا متاكد ان انا اعلى سكور سات في مصر من ضمن البول، لان انا عارف 1045 دي درجه عاليه جدا. وشويه بقى اسايز في الابلكيشن على شويه اكتيفيتيز والكلام ده، وريكومنديشن ليترز. انا كنت مقدم على اساس ان انا 100% هتقبل، لكن يحصل مفاجاه واترفض من انسي ساويرس. وبالمناسبه قبول انسي ساويرس بيعلي فرص القبول بشكل مرعب. ليه؟ لانك انت معاك فلوس. يعني انسي ساويرس بتدفع لك فلوس الابلكيشن الجامعات دي. فانا في الابلكيشن بقول ان انا مش محتاج منكم فلوس، فهم قبولهم ليا يعني لو انا اللي هو كويس حاجه بسيطه خلاص هم كده كده مش هيدفعوا لي حاجه، فهم مش خسرانين قوي. وستيل انا عارف ان انا مش ابليكانت وحش، فهو يمكن اللي بيضاعف فرصي شويه في الجامعات العاليه دي ان انا محتاج فلوس. بس يمكن لما معايا فلوس يمكن لما يبقى معايا فلوس او الانس تدفع لي، وكون ان انا ابليكانت اللي هو نص نص حتى مش خارق، خلاص كنت قايل للجامعات ايه هتقبلني وخلاص، وحلمي هيبقى بس اتاجل سنه لكن مش مشكله. لكن يحصل اللي غير متوقع واترفض من انسي. ما اعرفش ليه يعني اترفضت. في ناس بتقول ان هي علاقات ولازم تبقى عارف ناس جوه وبتاع، ولازم تبقى في مكان تاني غير انسي اسمه السي سي سي. السي سي سي ده مكان
بيساعدك في رحله التقديم على امريكا في البكالوريوس. فهم بتوع السي سي سي بيبقوا عاملين كونكشنز مع بتوع اونسي، ولو انت جوه السي سي سي ده بيسهل عليك قوي حاجات كتير، منها القبول في اونسي. انا ما كنتش في السي سي برضو، اترفضت منه مرتين تقريبا، بس دي حاجه مش لازم بقى اتكلم عليها عشان تو ماتش ديتيلز. بس من الاخر يعني اترفضت من اونسي، يمكن غالبا عشان ما حدش كان يعرفني قوي جوه، بس الله اعلم يعني الخير فين. اترفضت من اونسي، بس قلت خلاص هقدم بنفسي من غير اونسي. بسكور السات الخرافي بتاعي. غيرت برضو البيرسونال ستيتمنت بتاعتي في التقديم تاني سنه. آه طبعا برضو يعني عايز اقول لكم شويه كونتكست كده. انا كنت في زويل اللي هو مش عارف بقى اركز في دراستي، واول ترم في زويل اللي هو بقى ترانزيشن جديده، بتعامل مع ناس جديده، ولسه هاجي للكلام ده يعني. لكن برضو انا عايز اديكم الكونتكست بتاع اللي هو حد شتت نفسه بين حاجتين: دراسه في زويل واول ترم والترانزيشن ما بين الهاي سكول والجامعه، وان انا عمال لسه افكر في التقديمات واقدم تاني واكتب اسايز تاني وكل الكلام ده، واخد ريكومنديشن ليترز. وكنت بروح المدرسه وانا في الجامعه ازن على المدرسين عشان اخد منهم ريكومنديشن ليترز والكونسلر والكلام ده كله. فبرضه كانت مرحله فيها تشتت شويه. واللي حصل برضه اثناء الفتره ما بين امتحانات ثالثه ثانوي ودخولي لزويل الكام شهر دول، برضه كنت بعمل انشطه اكتر، بحاول اطور من الابلكيشن بتاعي اكتر. ريكومنديشن ليترز حسنت فيها. البيرسونال ستيتمنت غيرتها بالكامل عشان الاولانيه كانت كرنج قوي، بس دلوقتي اكتشفت ان الثانيه ما كانتش كرنج بس كانت كليشيه. الاولانيه ما كانتش كليشيه خالص، كان توبيك يعني نوعا ما انترستنج، بس كانت كرنج في طريقه الكتابه كده. الثانيه كانت مش كرنج بس كليشيه قوي، يعني اللي هو كل الناس بتكتب عن الموضوع ده، ما كنتش مميز نفسي. وادركت بعدين ان البيرسونال ستيتمنت اكشلي by itself could get you an acceptance، حتى لو الجي بي اي مش اقوى حاجه والسات مش اعلى حاجه، لو انت عرفت تكتب عن نفسك في البيرسونال ستيتمنت هي ممكن تخليك تتقبل. ده اللي اكتشفته بعدين يعني. بس فطورت الابلكيشن، غيرت البيرسونال ستيتمنت، ظبطت حاجات كتير قوي، طورت الاكتيفيتيز، بقى معايا سكور سات محدش يحلم بيه. قدمت ايرلي ديسيجن على جامعه اسمها بومونا كوليدج، جامعه ليبرال ارتس صغيره في كاليفورنيا، نسبه القبول بتاعتها حوالي 8%. كانت ماي دريم كوليدج، بغض النظر بقى عن MIT وكالتك وبيركلي والحاجات دي، كانت ماي دريم كوليدج في الحاجات اللي انا رياليستيكلي ممكن اتقبل فيها. قدمت على بومونا في الايرلي ديسيجن، جالي حاجه اسمها ديفيرال. ديفيرال يعني ايه؟ يعني ما رفضونيش، لكن هينقلوني مع الناس بتوع الريجولار ديسيجن ويقارنوني بيهم. يعني هم شايفين ان انا وسط الناس بتوع الايرلي ديسيجن ما استحقش اتقبل، بس وسط الناس بتوع الريجولار ديسيجن ممكن فعملوا لي ديفيرال. بس فانا طبعا الديفيرال ده بيعمل معامله الار دي، فساعتها بيبقى متاح لي ان انا اقدم على جامعات تانية. قدمت تاني في شهر بقى 12 اللي هو بتاع اول سنه في زويل. قدمت بقى المره دي ما كانوش 20 جامعه تقريبا، ممكن كانوا يبقوا 15 ولا حاجه. واللي حصل ان انا اترفضت منهم كلهم تاني، وخدت برضو بتاع 4-5 ويت ليست، واخر ديسيجن طلع لي اكشلي كان بتاع بومونا اللي انا ديفيرد فيه ده. فاللي بيحصل برضو ان انت لما بتاخد ويت ليست بتفضل مستني الديسيجن. يعني انت بيبقى في 2 ديسيجنز، ان انت خدت ويت ليست دي اول صدمه، ده معناه ان انت ما اتقبلتش، بس بتفضل مستني تحسبا اي حد من الناس اللي اتقبلت ترفض الاوفر، فايه بيبقوا مرتبين الناس في الويت ليست، وعلى حسب مكانك في الليسته دي ممكن يجي لك اوفر. فالحد تاني ترم في زويل اللي هو بقى شهر يناير وفبراير ومارس وكده، لحد الوقت ده انا مستني ديسيجنز، مش عارف اموف اون وذ ماي لايف، مش عارف اركز في زويل قوي. قاعد مستني ديسيجنز. حتى اللي بيردوا عليا في الويت ليست بومونا لسه ما ردتش عليا. بومونا هي اكتر جامعه نفسي اروحها، وستيل عندي امل، خصوصا ان انت لما بتاخد ديفيرال بيبقى فيه على ريدتس وعلى جروبس معينه كده علامات. لو في علامه من العلامات دي ظهرت في الابلكيشن بتاعك، الناس بتقول ان دي علامه كويسه او علامه ايجابيه. فانا كل شويه افتح البورتال بتاع الابلكيشن بتاعي واشوف هل علامه من العلامات دي ظهرت عندي ولا لا.
واللي حصل ان انا لقيت فعلا علامه من العلامات دي ظهرت في البورتال بتاعي، والعلامه دي خلتني اقول ايه بناء على كلام الناس ان انا كده ايه احتمال اكون اتقبلت، لكن مفيش حاجه رسميه، هي بس مجرد علامه كده ان هم بيطلبوا مني ورق معين ليه علاقه بالايه بالفاينانشال يعني. فكانت دفعه معنويه كبيره جدا، خلاص حلمي بيتحقق. آه، اتاخرت سنه لكن حلمي بيتحقق، هروح بومونا ماي دريم كوليدج، كان قوي جدا، مكان كونكتد باربع جامعات تانيين منهم واحده من اقوى جامعات امريكا في الساينسز. خلاص كل حاجه ايه ماشيه كما مرتب لها. تقريبا يقولوا الناس تقول يعني ان ديسيجنز بومونا بتاعت الار دي هتطلع يوم كذا، فخلاص اقعد بقى وانا ايه مستني مبتسم عارف ان انا غالبا هجيت اكسبتد بناء على الساين اللي جات لي دي. كنت يوميها في الشقه، الديسيجن طلع الساعه 2 بالليل، مش فاكر كان عندي جامعه تاني يوم الصبح ولا لا، بتهيألي كان يوم جمعه او خميس، بتهيألي كان يوم خميس ايوه. في البيت بالليل سهران عايز انام بس طبعا مش هقدر انام، يعني ممكن اشوف الديسيجن الصبح بس انا عايز اشوفه وقتها. فضلت صاحي لحد الساعه 2 بالليل، بفتح البورتال ضربات قلبي خلاص يعني 200 بيت بير مينت ولا حاجه، يعني قلبي هينفجر. آه يعني تذكر الموقف وانا بسرده كده وبحكيه بجد بيستيميوليت فيا كل الايموشنز تاني. فبفتح البورتال، بكتب اليوزر نيم، بكتب الباسورد، اتوقع بقى اشوف البلالين والحاجات اللي بتبقى في البورتال دي، فبفتح بشوف اللي هو بقى ايه unfortunately وسوري والكلام ده، اترفضت من بوموني. ده كان اخر ديسيجن لو انا فاكر، مش متاكد صراحه كان اخر ديسيجن ولا لا، بس هو كان اهم واحد فيهم. المهم اليوم ده انا كنت نايم في الصاله، كنتش نايم في الاوضه، ما اعرفش ليه بقول كده، بس يعني بقول كده علشان اقول ان انا كنت نايم في الصاله ومتغطي ببطانيه، كنت مغطي وشي بالبطانيه وعمال اعيط عشان ما حدش من اهلي يشوفني يعني او يسمعني يعني. عمال اعيط بحرقه قوي، لان زي ما بقول ده كان اخر ديسيجن واكتر واحد فيهم انا ممكن اتقبل فيه، فلو ده باظ خلاص انا كده اترفضت تاني ومضطر بقى ايه اكمل في زويل بقى. رحله زويل هيبقى ليها فيديو تاني، انا خلي الجزء ده عن ايه اللي هو الترانزيشن بتاع اول سنه زويل والتشتت ما بين زويل والتقديم على امريكا للمره الثانيه، وال 15 ريجكشنز اللي خدتهم ولا ال 20 التانيين ايا كان. فاترفضت من بومونا في الريجولار ديسيجن، فضلت اعيط بحرقه قوي تحت البطانيه على امل ان ما حدش يسمعني، وكان خلاص بقى الفجر قرب، فضلت اعيط بتاع ساعه كاملين. الكلام ده كان 2021 تقريبا صح؟ بالظبط 2021. في اولها يعني هو سبرينج زويل. كان وقت الفجر، فماما كانت خارجه تصلي في الصاله فشافتني، خدت بالها يعني ان انا بعيط، ففضلت تقول لي مالك وبتاع، قلت لها اترفضت من اخر جامعه انا كنت مستنيها وبتاع. فضلت بقى تواسيني وبتاع، لكن طبعا ما فرقش معايا قوي، يعني كنت بعيط نون ستوب مش عارف اوقف عياط، حاله انهيار تامه. ووقتها بما انها كانت جاب يير، ففي ناس من اللي كانت اترفضت معايا في اول سنه كانت بتقدم زيي في الجاب يير، فاغلب الناس دي تاني يعني اغلب الناس دي برضو كانت اتقبلت. ف وانا بعيط كل شويه افتكر اقول حتى كل اصحابي اللي اترفضوا اول سنه اتقبلوا. طب واللي بيضايقني اكتر واللي مخليني ابقى محروق اكتر واعيط بالحرقه دي هو ان انا معايا سكور سات محدش يتخيله، يعني سكور السات ده انا قلت مستحيل اترفض بيه، وطورت الابلكيشن وغيرت البيرسونال ستيتمنت وظبطت الريكومنديشن ليترز وخليت ناس من اللي اتقبلت تراجع لي الابلكيشن اكتر واكتر. كل حاجه كانت خلاص بتميك سنس ان انا اتقبل، خصوصا مع العلامه اللي جات لي في البورتال بتاع بومونا اللي على كلام الناس معناها بشرة خير يعني، كنتش متوقع خالص. فحته ان انت تبقى حاطط اكسبكتيشنز عاليه وبعدين تتفاجئ ان انت مفيش، تبقى مدمره. فحرفيا زي ما بيقولوا I cried myself to sleep، يعني ما عرفتش انام، يعني نمت وانا بعيط، اللي هو يعني النوم كان هو الحاجه اللي خلتني اوقف عياط، يعني انا ما عرفتش اوقف من نفسي.
بس وكانت فترة صعبة أوي، أوي، أوي. آمم، اللي هو أنا رايح زويل، مش عارف أتعامل مع الناس، مش عارف أقول للناس إيه. خلاص إن أنا أكمّل في زويل في مصر ال4 سنين اللي جايين بقى واقع، ما بقاش حاجة بس فترة انتقالية، لأ بقى واقع لازم أتأقلم عليه. آمم، وبس، وتبدأ بقى مرحلة جديدة من مرحلة التأقلم والتكيُّف على الواقع الجديد بتاع أنا هاكمّل جامعة بكالوريوس في مصر، بينما كل أو 90% من صحابي، 95% اتقبلوا وسافروا، وأنا اللي هاقعد هنا. أنا أفشلهم، أنا اللي هاقعد هنا ما أشوف بقى الناس بتعمل إيه في مصر. بس، وخلّي بقى رحلة زويل دي في الفيديو اللي جاي يعني، لكن أنا كنت حابب برضه أحكي عن الفترة دي، لإن هي فترة مهمة جدًا. لإن لمّا آجي أتكلم بقى عن التقديم عن الدكتوراه، مش عايز الناس تتخيل إن أنا قدّمت دكتوراه كده واتقبلت، لأ. أنا قدّمت 20 على 20 جامعة في أول سنة، أو أول مرّة في STEM، وبعدين قدّمت على حوالي 15، 16 في تاني مرّة، وأثناء STEM قدّمت على الCCC ده مرّتين أو 3 واترفضت، وقدّمت على أُنسي واترفضت. فأنت ممكن تعِد بقى كمية الرفض اللي أنا اترفضته، واحسب الSAT 2، يعني احسب مشكلة الSAT 2 اللي أنا دخلت وجِبت 600 وحاجة، مع إن برضه كل الناس في المدرسة بتجيب 800، 790، 780 من 800، وأنا دخلت جِبت 600 وحاجة. والSAT اللي خدته 4 مرات، واللي خدته في مرة وكنت محتاج الدرجة جدًا عشان أعرف أقدّم بيها أول سنة بدل 1420، والدرجة اتلغت بعد مذاكرة شهور وسهر ليالي وأيام، من غير نوم وتطبيق وحاجات زي كده. مع المعضلة الأخلاقية بتاعة امتحان شهر ديسمبر وأغش والّا لأ، والتوتر اللي هو أنا رايح الامتحان أصلًا متوتر جدًا بسبب الكلام عن الامتحان. فأنا عايز الناس بس تتخيل وتعي كم الإحباطات واليأس اللي أنا مرّيت بيه. طبعًا موضوع امتحانات تالتة ثانوي ده برضه يعني لازم يدخل في الكلام مع الإحباطات يعني. ف بس، فبعد كل ده بقى اضطريت إن أنا أتأقلم على زويل وعلى أول سنة جامعة وكده، آمم، عشان أقدّم بقى على دكتوراه eventually بعد 4 سنين من زويل، والكلام ده كله هيبقى في فيديو تاني. لكن أنا هدفي من الوثائقي ده إن أنا يعني حابب أفتكر أنا عدّيت بإيه علشان أوصل أسجّل الفيديو ده من هنا. يعني حابب أفتكر لنفسي، وحابب أعمل الفيديو أو السلسلة دي يعني أيًا كان في يوم يمكن تviral أو يمكن ناس تشوفها، تفهم كمية التحديات اللي غالبًا أي حد بيتقبل في مكان برّه بيعدّي بيها. يعني مش باقول إن أصحابي اللي اتقبلوا مثلًا بكالوريوس في أمريكا وشغالين دلوقتي في أماكن مثلًا عالية، مش باقول إن هُم ما عدّوش بتحديات، لأ برضه هو قبولهم لأمريكا برضه كان مرور بتحديات كتيرة جدًا. لكن سبحان الله يعني هو برضه الناس بتعدّي بتحديات مختلفة. يمكن هُم لمّا سافروا مثلًا بكالوريوس في طريق أسهل شوية أو في أقل تحديات منّي، يمكن هُم قابلهم تحديات كتيرة بقى في سفرهم نفسه أو في الغُربة بتاعتهم بدري في سِن صغيرة. آمم، يمكن أنا في مصر كنت متعرّض لتحديات أقل، أو مثلًا أنا في مصر كنت لامع وسط البيئة اللي أنا فيها، لكن هُم مثلًا يمكن لأ، كانوا في بيئة هُم مش أشطر ناس أو هُم مش أحسن ناس، ولو إني برضه شايف إن هُم كانوا غالبًا من أحسن الناس يعني، بس ما علينا. بس قصدي إن عايز أقول يعني إن كلنا بنمُر بتحديات. التحديات دي مش شرط تبقى أكاديمية أو ليها علاقة بالadmissions وكده. التحديات دي ممكن تبقى شخصية ليها علاقة بالتأقلم والتكيُّف. والسلسلة دي الهدف منها إن أنا أreflect on my journey، مرورًا زي ما قُلت من إعدادي لحد الPhD. طبعًا في تفاصيل كتيرة جدًا، جدًا أنا مش باحكي عنها أو مش باتكلم عنها، لكن مش هتضيف كتير. لكن الmain message التحديات والفشل اللي أنا عدّيت بيه. ويعني أنا مش عايز أقول بقى رسالة أمل والكلام ده، بس يعني الهدف من السلسلة إن أنا بس أبيّن إن ده الواقع. يعني صحابي اللي اتقبلوا مثلًا بسهولة في أمريكا بعد الثانوية، دي ناس مميزة أوي، دي ناس شاطرة أوي وناس ذكية أوي وكانت تستاهل ده مليون في المِيّة.
ده مش معناه ان انا ما كنتش استاهل زيهم، يمكن اكون كنت استاهل، بس قصدي ان الناس دي فعلا فعلا مميزه. لكن طبيعي ان الانسان يعدي من 50 ل 100 فشل عشان يوصل لحاجه، خصوصا لما الحاجه دي تكون ليها علاقه بالتقديمات بره. السفر بقى، سواء دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، انترنشيب، اي حاجه من الحاجات دي بتحتاج فعلا على الاقل 50 ريجكشن ولا حاجه، فتح كلام بس كده، لحد ما تبقى. فده الطبيعي، يعني انا هدفي فعلا من السلسله ده اقول ان ده الطبيعي، ده النورمال، ده الكونفنشن، ده التيبيكال. علشان لو حد بيتفرج يبقى عارف ان هو لما يترفض يعني يتيك ات لايتلي كده، ويتيك ات ذا جرين اوف سولت زي ما بيقولوا، ويبتسم ويضحك ويبقى عارف ان ايه، ان ده الطبيعي، وان مفيش اي حاجه مميزه في ان انا اترفضت، الناس كلها كده. ويبطل يفكر في الناس اللي هي بتشيف الحاجه بشكل اسهل. آم، بس يعني هو ما اقصدش رساله تحفيز ولا رساله امل، لكن هي رساله ان الناس بس تعي بالواقع، تعرف ان ده الطبيعي. آه، ولو حد عايز يتحفز بكده فخلاص، يعني هو يبقى مستفيد برضه. بس انا مش بعرف احفز قوي يعني. بس هو زي ما بقول، هو في الاول والاخر السلسله دي ريفليكشنز ليا انا، لكن في نفس الوقت انا حاسس ان انا عندي حاجه اقولها، او حاسس ان ممكن يطلع قيمه من الكلام ده، فواي نوت. بس اتمنى يعني الكلام ده يبقى مفيد للناس، واشوفكم في الجزء الخامس بتاع بقى زويل ورحله التقديم على الدكتوراه.